صغيره، ثم اسرته الكبيره اللي هو واحد اسره فنيه، اللي هو كان يعني احد الاعمال الهامه. ثم بتقدم الاعزاء جمهوره مش في مصر، جمهوره ملايين في العالم. انا اقف على ثلاث محطات بتتكلم عن لطفي الانسان، مواطن صالح، مواطن بيحب بلده، خدم حاجه من اجل بلده، اعطى. كنموذج لم نشعر من فينا مسيحي ومن فينا مسلم. فعلا لم نشعر لطفي لبيب الانسان الذي رغم كل ما حمله من المرض كان يتحدى. كنت بكلمه في التليفون يقول لك كويس، انا كويس، عمره ما اشتكى. لطفي لبيب الصديق جدع، راجل، يحب زمايله، يحب كل حد اشتغل معاه او ما اشتغلش معاه. انا فاكر وانا طالب في سنه اولى في الدراسات العليا في المعهد الالفي في المسرحيه، كان مطلوب مني اعمل مشروع مسرحيه. فرحت له وانا يعني مفيش علاقه قويه بيني وبينه. قلت له انا عايزك تعمل بطوله المسرحيه. قال لي يلا يلا. والمعهد في الهرم وهو ساكن هنا، وكان بيجي كل يوم، بل هو اللي كان بيقود الضباط وهو اللي تحمس، وقف مع طالب في الدراسات العليا وخد بايده. اما لطفي لبيب الفنان ده مدرسه كبيره، مدرسه في الصبر، مدرسه في الصبر. الحياه ما تحكيتش لطفي لبيب في البدايه، لكن ضحكت له وخدتها بحضن في الفترات الاخيره. وكان ليا الشرف ان انا اشتغلت مع فيلم مهم جدا يعتبر محطه مهمه، اخراج الاستاذ سعيد حامد اسمه طباخ الرئيس. الفيلم ده انا عشت مع الاستاذ لطفي اكتر من 3 شهور. ما كانش نعرف حاجه من الضحك والابتسام والهزار وان ناخد بايدين وناخد بايد اصغر واحد في الجيش. فقدنا قيمه فنيه، ولكن اعماله باقيه، اعماله ستظل الى الابد. شكرا. امين امين. السلام عليكم.